اسمعوا وقولوا لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير. عندنا واحد المشكل كبير، والمعلومات اللي خرجات في هذه السنوات الاخرى كتجعلنا اننا نكونوا شاكين. اللي كتذكروا التقرير ديال المجلس على الحسابات كان 2018 على الغذاء، الخضر والفواكه واللحوم والاعشاب وكذا. لا عقلنا اشتغلنا عليه بتفصيل، اللي كنذكروا دائما اللي راه اكثر من 90% من الغذاء ديالنا راه غير صالح صحيا. وهذا كان ماشي كلام ديال المعارضين ولا ديال النقابيين، هادو قضاة اللي هزوا عينات ومشاو غطاو المغرب كامل ومشاو للمختبرات وجابوا لنا نتائج. المؤسسه اللي دارت هذه المجلس على الحسابات راه تقرير رسمي. منها مثلا نعطيك مثلا غير الاعشاب المنسمه اللي كيستعملوا الاتاي كلها 100% غير صالحه للاستهلاك، كل سامه. هذه بالمختبرات. المختبرات الخضار والفواكه مشاو لي مارشي بيقروا داك الشيء وهزوا داك الشيء حتى هو المبيدات وداك الشيء حتى هو غير اللحوم. داك الساعه في داك 2018 يمكن دابا تزاد شي جوج ولا ثلاث المجازر، كانت واقيلا مجزره وحده كنجي في الدار البيضاء هي اللي فيها المعايير الصحيه. ما تبقى كله يعني الا هزيتي الماكله ديالنا وديتيها لاوروبا ممنوعه كامله. اذا هذا كيجعل انه كاين هذا النوع. كاين واحد التقرير اعتقد ديال اليونيسف كيدوي على ماده الرصاص الانتشار ديالها في العالم. راه المغرب راه 3 مليون ديال الاطفال اللي معرضين على هذيك الجرعه اللي خاصها تكون ديال 5 ميكروغرام. 3 مليون وما كاينش اللي يقول لك الحقيقه دول في العالم، بنغلاديش والمغرب. وماده الرصاص راه فريمون كتكلخ. اللف ديالها هو انها كتكلخ وكتخلي الانسان جاعل. وهذا التقرير هذا اللي خرج ما كانش فيه بحال ما خرجش. وهذا الشيء الناس كنظن من الناس جاي من الفساد تماما. وانتوما اش بالكم في هذا الشيء هذا؟